انا جايه النهارده ابهركم بجد من اجمل الحلقات اللي عملتها حلقه النهارده. من كوبايتين الا ربع دي عملت 14 قطعه جاتوه ينافس اشهر محلات الحلواني بطريقه اقتصاديه كده وبسيطه وموفره. مش هتتخيلوا كمان ان انا عملته بدون قوالب ولا اي حاجه صعبه، بحشوه جميله وباسهل طريقه تشكيل لاعياد الميلاد والمناسبات. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنبتدي بالكيك مع بعض. عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، على كوبايه الا ربع من السكر، ونص معلقه صغيره من الفانيليا. هشغل المضرب الكهربائي اضرب في السكر والبيض، والخطوه دي لازم تديها حقها، ما تستعجليش ابدا، لحد لما حجمهم يتضاعف ويكون لونه عامل زي الكريمه. بتخلي الكيكه هشه وطريه الخطوه دي، فعشان كده لازم تضربيهم كويس لحد لما توصلي للون ده. هضيف معلقه كبيره من الخل، طبعا اصدقاء البيض الفانيليا والخل، نص كوبايه من الزيت نوعيه كويسه، ونص كوبايه من الحليب، بس شرط هنا دفيه شويه، لا هو خارج من التلاجة ولا درجه حراره المطبخ، هيديكي تروح حلو. هنشغل المضرب الكهربائي تاني لحد ما كله يتجانس مع بعض، واجهز المنخل وانخل اول كوبايه من الدقيق. كل المواد الجافه لازم تتنخل. انا هاخد كوبايتين الا ربع، وادي كوبايه الا ربع التانيه من الدقيق، على معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، وربع كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى. وفي الاخر هضيف رشه الملح، اوعى تنسوها. انا عايرت المقدار بكوبايه الشاي العاديه اللي موجوده في كل بيت عشان يكون الموضوع سهل. هشغل المضرب الكهربائي في الاول على السرعه الهاديه عشان ما يبهدلش حواليا، وخلي ايدك كلها في اتجاه واحد عشان احتفظ بالهواء اللي بيكون في الكيك. نسيت اقول لكم اثناء الضرب، وده بيختلف من دقيق للتاني، حسيت ان الخليط تقيل شويه فنزلت بربع كوبايه من الحليب الدافي تاني. يعني ابدأي بنص كوبايه، حسيتي ان الخليط محتاجه هتضيفي لحد ما توصلي للقوام المتوسط، لا خفيف ولا تقيل. الصاج بتاعك 30 في 40، بطنته بالسمنه ومعلقه دقيق، ونزلت بالخليط، مش محتاجه ورق زبده ولا حاجه. شايفين لونه تحفه جدا والسكر مظبوط. هوزع كده واهتم بالجوانب كمان، اوزع الكيك كويس واخبطه خبطتين على رخامه المطبخ. انا عاوزه السمك هنا يا جماعه بتاع الكيك مش عالي، مش زي الكيكه بتاعتنا العاديه. سخني بقى الفرن من قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 180، وضيفي الصاج على الرف الأوسط. هيقعد معاكي بالظبط تلت ساعة. طبعا سمك الكيك هنا مش عالي فما بيغيبش، سيبيه يبرد تماما وبعد كده هنشوف باقي خطواتنا. بعد كده بقى هنجهز الكريمه. عندي كوبايه من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، 3 معالق كبار من السكر البودره، حابه تزودي عن كده زي ما تحبي، معلقه كبيره من الباستري كريم ودي اختياريه، كوبايه الا ربع من الحليب المتلج او الميه، ونشغل المضرب شويه لحد ما نوصل للقوام ده. هندخل الكريمه على التلاجة تشد شويه قبل ما نقطع الكيك بقطاعه او اي كوبايه عندك. النهارده انا مسهله الموضوع عليكم جدا، ما تسيبيش فراغات وانتي بتقطعي الجاتوه عشان نقطع اكبر كميه من قطع الجاتوه. عملت 14 قطعه من طبقه الكيك دي. كيكة تحفة وغنية جدا وفاجي من قلبها، مش محتاجة تجيبي دقيق سبونج جاهز من بره. هو ده السمك اللي انا عاوزاه، ولا اعلى ولا اقل من كده. طب اللي باقي من الكيكه يا رضوى هتعملي بيه ايه؟ هقول لك كده، استني بعد شويه. بس اهم حاجه ابدأي فتفتي اللي باقي من الكيك كده بايدك لحد لما يتكسر معاكي. هو مش هياخد منك وقت ونوصل للمرحله اللي انت شايفاها دي. بعد كده طلعت الكريم شانتيه، كان ساقع من التلاجة، ضفته في كيس الحلواني وقلبت الكيك على الاتجاه التاني. هعمل اول دايره والدايره التانيه واسيب فتحه من النص، وانزل بقى بصوص الشوكولاته البيتي اللي احنا عاملينه كتير مع بعض، مع شويه من شوكليت شيبس، اي حشوه تحبيها. ونكمل الوجه بالكريم شانتيه. ولا بقى محتاجه قوالب سيليكون ولا اي حاجه خالص، خلي بس ايدك سريعه عشان احنا في الحر يا جماعه. بصوا بقى الحشوه التانية، صوص الكراميل برضو البيتي بيليق قوي قوي مع المكسرات المجروشه. ونقفل حتى لو في حاجه باينه من الحشوه، هقول لكم بعد شويه هندريها ازاي. زي ما قلت لك ايدك تكون سريعه، طبعا في الشتاء مفيش مشكله، لكن الكريم شانتيه ما بيتحملش الحر. وادي بقى شويه شوكليت شيبس ونغطي، وبعد كده نجيب السكينه نساوي كده. طبعا هو كله هيتدارى بس نساوي على قد ما نقدر. وبعد ما تخلصي على الفريزر على طول من تلت لنص ساعه تمسكي الكريمه تلاقيها تماسكت كده ومسكت نفسها، قبل ما نضيف باقي المكونات عليها. هدخله بقى شويه الفريزر، وبعد كده اتجمدت معايا هبدأ ان انا اضيف الكيك. شايفين بقى الحلاوة والجمال؟ القطعة دي عشان تشتريها من بره برقم، احنا عاملين كوبايتين دقيق وشوية اضافات بسيطة 14 قطعة جاتوه. ممكن تستبدلي الكيك المفتفت ده تجيبي قالب شوكولاتة تدوبيه وتضيفي الشوكولاتة الخام على الوجه. بس انا قلت اعملها لكم بتكلفة اقل على قد ما اقدر، حاجة كده اول مرة تشوفوها من اختراعي، تحفة، طريقة جميلة جدا وجديدة ومختلفة. طبعا الحشوه بقى ما اقولكوش من قلبها عامل ازاي. النهارده كراميل ومكسرات وكمان صوص الشوكولاته، كله بيتي، مفيش حاجه انا جايباها من بره.
خلصت بقى الكمية كلها بالشكل الجميل ده، شايفين بقى عليت. اهم حاجة غطي الكريمة. هيفيض بقى حبة كيك من المفتفت ده، هعمل بيه بقى حاجة في آخر الحلقة الأطفال هيتجننوا عليها، ودي بقى القنبلة والمفاجأة بتاعت حلقة النهاردة. شايفين بقى الشكل الجميل؟ هو ده بقى المتبقي. هبدأ بقى أزين بصوص الشوكولاتة، ضفته في كيس وعملت فتحة صغيرة خطوط عكس بعض مع الكراميل، والخطوة دي اختيارية مش حابة خلاص، بس أكسر اللون. عاوزة بقى تعلي بالموضوع أكتر، هتجيبي ورق الكب كيك وتضيفي قطع الجاتو أكنك جايباه جاهز بالظبط، وتزيني من فوق بقطع أو كرات الشوكولاتة اللي انتي هتشوفيها. شايفين بقى البساطة والجمال والسهولة، ولا بقى قوالب ولا صعب الموضوع عليكم. عاوزاكم توصلوا الفيديو ده يا جماعة لكل الناس، لايك وشير كتير، عاوزة اسمع رأيكم فيه وياخد كام من 10 لانه فعلا تعبت فيه جدا. بصوا بقى المفاجأة، اللي باقي من الكيك ضفت عليه معلقتين كبار من الحليب ومعلقة كبيرة من صوص الشوكولاتة، وعجنتها وكورت وسيحت شوكولاتة خام وضفت الكرات دي فيها وعلى الفريزر. الولاد ما كانوش مخليني اكمل الحلقة، هجموا عليا، خطيرة وطعمها تحفة. انا النهارده استغليت الكيك المتبقي وكمان عملت لكم 14 قطعة جاتوه. الحشوة بقى كان كله كده واخد من طعم بعض، خطيرة جدا، وصوص الشوكولاتة وكمان الكراميل كان تحفة. جربوها واوعوا تنسونا في خالص الدعاء، ولايك وشير كتير جدا جدا للوصفة عشان الكل يستفيد. انتظروني في فيديو جديد.